اهلا وسهلا بكم احبائي، وسريعا بقى اتعمق كده واعيش في الاسئله حضراتكم. احنا لسه ما خلصناش استاذ كريم، يعني انا بقول لحضرتك برضو اديني كده جوائز السماء اللي تخليني انسى ان انا اتهنت واتضربت وحصل كذا ولسه العيله الدنيا هايجه، واحاول كل ده ترمي عليه ميه وتهدى الدنيا. ازاي؟ هقول لحضرتك احنا دلوقتي عندنا بس اتجاهين، صاحب الحق سيأخذه ولا بد ان ياخذه وان ياخذ بحقه، ده كلام ما فيش فيه نقاش. ده رد استاذ كريم قال لك لو ادافع عن حقي ازاي؟ لا بد ان ياخذ حقه بصوره من الصور، بس بصوره تكون مهذبه ومحترمه. اعتقد مثلا لو الشخص اللي بيعاملني ده شخص مثلا قليل العقل او مخه قليل او اخلاقه ليست طيبه او صفاته ليست بهذه الكيفيه، النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من الناس من يتقيه الناس اتقاء فحشه او اتقاء شره. يبقى انا عندي لازم اعمل حد فاصل اتقي شره واتقي فحشه واتقي ان هو يجي. انا احاول افصل في هذه المساله. طب احنا وقعنا في هذا الان، احنا وقعنا في هذا اتقاء الشر، خد البنت وضربها واذاها وعمل فيها الكلام ده كله. انا عندي اتجاهين، الاتجاه الاولاني للعم بقول له انك فيما فعلت اخطات وفيما فعلت كنت سببا في القطيعه، وينبغي عليك ان تعود فتعتذر لهذه الفتاه ولاخيك وتحاول ان ترجع اليه. هو مش هيعمل الكلام ده كله، هرجع اقول للبنت ينبغي عليك ان بالعفو أن يكون عندك العفو. لو الآن هي راحت عملت محضر في عمها في البوليس ورفعت قضية ورفعت أمرها للقاضي، يجوز لها ذلك شرعا. ينفع؟ ينفع ان ابوها يروح يعمل محضر عشان بنته، ينفع يعمل كده. لكن احنا لا ننادي بهذا، انما نحن ننادي بالعفو الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى حتى ننال الاجر من الله سبحانه وتعالى. هناخد الاجر الكبير من ربنا. هيجي يوم القيامه الناس اصحاب العفو دول لهم مكان يقوموا كده لوحدهم، اصحاب العفو هيقوموا في حته كده لوحدهم. فمن هؤلاء يا رب؟ يقول هؤلاء الذين كانوا يعفون عن الناس اليوم اظلهم بظل يوم لا ظل الا الله. ده غير السبعه اللي ربنا بيظلهم. ده قصه اللي بيعفوا اصحاب العفو. أصحاب العفو عن الناس. ده ربنا سبحانه وتعالى عافى عن واحد ما عملش خير في حياته أبدا، غير أنه كان ينذر المعسر. يعني كان يعفو عن المعسر، يقول له خلاص أنا عفوت عنك، مش عايز واخد بالك. وبعدين من صفات أهل الإيمان ومن صفات أهل التقوى اللي هم أهل الجنة العفو والعافين عن الناس، الكاظمين الغيظ. هم الآن في مرحلة كظم الغيظ مطلوب. ومش أكتر من سيدنا أبو بكر اللي خاضوا في عرض بنته نعم. وهي من هي وهو من هو ومتزوجة من هو بالزبط. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن برضه ربنا امره بايه؟ ان يعفو وان يصفح. فعفى وصفح. فانا بقول انت ليك حق انك تشتكي عنك، ليك حق ان الناس تقف وتجيب لك، ليك حق. كل ده موجود صح، ما فيش حاجه، محدش هيغيب في هذه المساله لانه فعلا قادر. لكن انا امتى اقول اهدرت كرامه البنت؟ لو كان اللي ضربها اخو الزوج، لو كان اللي ضربها حد غير عمها، يعني حد في نفس مستواها وليس أعلى منها، أقول أهدرت الكرامة. لكن عمي أنا ضربني، لا لم تهدر كرامتي. أبويا ضربني، لم تهدر كرامتي. ما فيهاش حاجة، لازم أكون فاهم دي، لأن ده شيء مفهوم. وأكيد الدنيا كلها اللي في الشركة واللي قاعدين عارفين إن دي بنت أخوه وإن ده عمه وإن ده كده. هو بقى إذا تعالى في هذه المسألة واستغل هذا النطاق بصورة أو بأخرى، فإحنا مطلوب مننا إن احنا نتخذ إجراء ولو كان قانونيا حتى الأب بقى زي ما أنت قلت حضرتك إذا احتاج ده، وبرضه ما يقطعش السر. ولو هو ما يقطعش السر ودي بقى يفضل بقى يتلمس أخبار أخوه. افرض إن أخويا عاصي، أنا أتلمس أخباره، لا بأس في هذا. عايز اخد ام محمد بس. طب ناخد ام محمد. السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ تحت امرك، بس نعلي الصوت شويه اذا سمحتي. في الدعاء انا في الدعاء بسال، ببقى انا عايز ادعي بس ساعات بدعي من قلبي، يعني الكلام ما بيطلعش في بقي، يعني ما بعرفش اتكلمه، بس ايوه حاضر. من جوايا في قلبي انا بدعي. معلش نوطي التلفزيون يا ام محمد. طيب يا جماعه بعد اذن حضراتكم اللي يكلمنا فوق راسنا من فوق بس نوطي التلفزيون عشان بيعمل مشاكل في الاستوديو. انا فهمت السؤال يا ام محمد، ما تقلقيش. والدعاء من القلب حتى ده كان سؤال دكتور نوال برضه. حاضر. احنا ماشيين بس بالترتيب. استاذ عبد المنعم بقى سال حضرتك سؤال، ان هو شاف احد يعني في احد البرامج واحد بيسال، فقال له ما انت اكيد انت من كتر معاصيك ربنا بيحرمك من الطاعه. يمكن انا حاولت افهم السؤال بطريقه ثانيه، حته ان القلب لما يأسى، يعني العبد والعياذ بالله ان رب، يعني حتى بيقول لك العبد لما يصر على المعصيه، لما يجاهر بالمعصيه، يعني مش معصيه وخلاص، لا ده مصر.
هل الكلام ده وارد ولا لا، ان ربنا والعياذ بالله بيمد له في غيه، يعني خلاص بيخليه ما فيش باب خير قدامه؟ هل ده وارد ولا مش وارد؟ لا، هو اللي وارد ان الانسان لا يحرم الطاعات، ان صاحب الذنب لا يحرم الطاعات، لان الله قريب من العاصي حتى يرجع اليه. وان اتاني وناديته من قريب، لو العاصي نادى ربنا يناديه من قريب حتى يرجع الى الله سبحانه وتعالى. لكن العبد يحرم الرزق المهيأ له بالمعصيه. إن في الحديث كده إن العبد لا يحرم رزقا كان قد هيئ إليه بسبب المعصية. يبقى لو كان عنده معصية الرزق يتحيل. عندك مثال سريع؟ عندي مثال، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. لما قرروا على المعصية إن ما يدوش للناس الفقراء الأموال الزكاة بتاعتهم، لما راحوا لقوا الجنينة بتاعتهم اتحرقت، اللي هم أصحاب الجنة اللي موصولين في سورة. وده سؤال أستاذ محمد. ادي كده. يبقى إذا يبقى هنا الذي يحرم في المعصية يحرم الإيه؟ يتحرم من الرزق، لكن لا يحرم من الطاعة. الطاعة موجودة دائما عند العبد. ممكن الإنسان يبقى في الخمارة وفي المعصية وفي وسط الذنوب دي كلها، وبعدين تقول يا رب يا رب. أنا عايز أقول لك حاجة، أنا حتى كنت قاعد مع جماعة في رمضان نتسحر كده في سحور مع جماعة يعني هم فنانين ورقاصين والكلام من هذا القبيل. الراجل بيقول كده، بيقول لك يعني سبحان الله، بقى الواحد داخل على فرقة رقص وبتاعه مع الرقاصة وعلى الكلام ده كله، وداخل يقول لك يا رب يا رب سهل لي، يا رب يا رب سهل. هذه الجزئية منهم طاعة لله مع أنهم يعصون الله. شوف هذه الجزئية فالطاعة موجودة مع الإنسان لا تنفك عنه، لأن الطاعة لو انفكت عن الإنسان يبقى كده الإنسان ده مطرود بالكلية من رحمة الله. طيب أنا كده وصل، بس في سؤال كمان، يا رب يكون وصل يا أستاذ عبد المنعم. في سؤال كمان توضيحي. لا، اللي هو تسهيل الطاعة عليها. دي سكة، وفي سكة تانية إحساسي بلذة الطاعة، لذة حلاوة الإيمان في قلبي. يعني مش كل الناس بتصلي كلها بتحس بنفس الإحساس، مش كل واحد بيدعي رب، أنت فاهمني؟ في بتبقى حاجات كده. هل بنحرم ده؟ دي حاجة. الحاجة التانية حتة إن أنا يعني مثلا عايز ألحق الجمعة ما ألحقهاش، عايز أحج ما تتيسرليش السبل، هل عشان أنا وحش ولا أنت فاهم السؤال؟ أنا فاهم السؤال. هقول لحضرتك بقى. أنا دلوقتي لو أنا ماشي مش شايل أي حاجة شنط ولا أي حاجة في إيدي خالص ومحتاج أمشي كيلو، هل ده زي لما يكون واحد شايل حاجة على كتفه وشايل في إيده شنطة وإيده التانية شنطة وماشي؟ نهون الأسهل اللي مش شايل حاجة خالص. صح. الذنوب كذلك تحمل على كاتف العبد. فلما انت يبقى عندك ذنوب كتيرة فتقل عليك الطاعة. ولذلك في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء. ليه ثقيلة؟ لأن من كثرة الذنوب تثقل الإنسان تخليه مش قادر. طب الحل يعني كلام الشيخ كان صح ولا كلام الشيخ يعني جانب الصواب في التعبير ربما يكون يعني لأن يحرم الطاعة، لا ما يحرمش الطاعة، إنما هو بس يكون حكاية إن يحرم اللذة من الطاعة، ما يقدرش يبقى عنده خفة في الطاعة. دي يعني تعبير يمكن الشيخ فيه برضه. لكن في حد ربنا يغلق على قلبه. طبع الله على قلبه اللي هو كفر بقى. ده اللي هو كفر. لكن ما فيش مؤمن لا ييأس من رحمة الله. لا ما ييأس. لا يمكن ده اللي يقصده أستاذ عبد المنعم. لكن لو واحد أصر على الكبيرة وقيل له أنها كبيرة وأصر عليها شركا بالله، يعني عنده شرك بالله وأصر على هذا الشرك وقال لك خلاص طبع الله على قلبه. لكن مش شركا، أصل في ناس تعمل كبائر. أيوه خلاص ضعفا يرجع بقى، يروح ويرجع، ربنا بابه مفتوح. بالظبط. مش كده؟ بالظبط. أنا حاولت إن أنا أوصل لكل